السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أخبار البورصة المصرية، نرحب بكم من جديد. وفيما يلي هذا الفيديو القصير بيتكلم عن الأخبار الخاصة بأخبار اليوم، وهي مجمعة في فيديو واحد بناء على طلب السادة المتابعين. أول خبر معانا النهاردة بيتكلم عن شركة لوتس للتنمية الزراعية، وبيقول الخبر إن شركة لوتس للتنمية الزراعية بتسعى للحصول على تمويلات لاستكمال استصلاح مزرعة الشركة. طبعا شركة لوتس للتنمية الزراعية السهم بتاعها كان ب84 قرش من قبل يومين، وبعدين وزعت أسهم مجانية وطلبت زيادة رأس المال، والبورصة درست الأوراق بتاعتها وتم قبول الأوراق وزاد رأس المال بتاعهم ووزعت أسهم مجانية، وأصبح السهم ب46